هاي شنو؟ شوفوا أول كارت شنو يقول؟ شنو أغرب شي نسيتيه بالجنطة؟ أنا شنو مسوية؟ بودكاست لو تحقيق؟ يلا حبايبي، أول حلقة من بودكاست جنتي راح تفضحني، فأصلا شكلها أصلا جنتي راح تفضحني قبل لا أبلش. شوفوا أول سؤال شنو يقول؟ شنو أغرب شي نسيتيه بالجنطة؟ طبعا الشمشة، كان عندي نية إنه أطبخ من نص الطريق. خلينا نشوف السؤال الثاني شنو يقول؟ لو جننتش تحكي شنو تقول؟ طبعا تقول كافي عد، بعد ما تحمل ترى اختنقت هواي. شنو أكثر شي جننتش تفضحه عليك؟ أكيد من تنفتح توقع كل الأغراض اللي بيها والما بيها. عندنا السؤال الثالث، خلينا نشوف شنو يقول. أطول شي ظليتي محتفظة بيه بالجنطة؟ ما افتهمت ليش. طبعا البطاقة مال المركز أنا محتفظة بيها من 2022 إلى 2025. بعدين قلت أنا ليش هاي محتفظة بيها؟ طبعا هاي السبب بينا كليتنا نحفظ بأشياء كلش تستمر عندنا فترة طويلة، خاصة مال العيادة مال الدكتور نستمر بيها فترة طويلة. ساعدنا السؤال الخامس، خلينا نشوف شنو نقول. صممي جنطة مستوحاة من أكلة تحبيها. طبعا إذا استوحيها من أكلة فراح تكون البيتزا، لأن كلش أحبها وتكون أحسها بيها هواية نكهات. السؤال السادس يقول صممي جنطة من أغنية تحبيها. الأغاني والله إنه هواية اللي أنا أحبهن، بس اللي مفضلة حاليا عندي حاسد روحي حاسدني. شنو أغرب شي لو طلع من جنتش راح يصدم الناس؟ أتوقع الأبرة والخيطان هواية أحطه بجنتي، وأيضا الدنابيس، المكياج مالتي راح إذا طلع قدام الناس راح ينصدمون، والدزان همين. فهاي هواية أشياء تطلع من جنتي. أنا اليوم جنتي هواية فضحتني قدامكم، فمتأكدة إنه كل وحدة بيكم بيها قصة وفضايح خاصة بجنطتها، فاكتبي لي بالتعليقات شنو الشي الغريب اللي راح يطلع من جنتك. لا تنسون تتابعون البودكاست والحلقة لأن الجاي أكبر وأعمق. مع السلامة.